السلام عليكم طلبة أولى إعدادي في كل أنحاء الجمهورية، عاملين إيه يا أبطال؟ وحشتوني جدا. جيت لك النهاردة يا بطل بفيديو جديد بشرح الوحدة الرابعة الدرس الأول التوسع الأوروبي في قارة أفريقيا. في الدرس ده حبيب قلبي هنتكلم عن إزاي الاستعمار الأوروبي جه يحتل أفريقيا ومراحل استعمار أفريقيا وكمان السياسات اللي اتبعها الاستعمار الأوروبي في أفريقيا. كل اللي عليك يا بطل تنزل بسرعة تعمل اشتراك في القناة لو لسه ما عملتش، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، تضرب اللايك التمام وتصلي على النبي، ويلا بينا. بص معايا كده حبيب قلبي، بيقول لي انا هتكلم عن التوسع الاوروبي في افريقيا، وانا هنا حبيب قلبي هعرف زي ما قلت لك ازاي اوروبا او دول اوروبا جت استعمرت افريقيا، وايه الاساليب والسياسات اللي اتبعتها في استعمار افريقيا. فتعالى اقول لك ان اتجهت الدول الاوروبيه نحو افريقيا لاستعمار اراضيها وتكوين امبراطوريات في تلك المنطقه. يبقى الدول الاوروبيه جت ناحيه افريقيا ليه؟ عشان تستعمر اراضيها وتكون امبراطوريات فين؟ في افريقيا. طب مراحل استعمار افريقيا، قال الاستعمار الاوروبي يا حبيب قلبي مر بمرحلتين. مرحله اولى ارتبطت بالكشوف الجغرافيه للقاره الافريقيه في القرن ال15. قال لي المرحله الاولى بدات مع حركه الكشوف الجغرافيه بتاعت اوروبا، لما جم يكتشفوا افريقيا بدات معاها مرحله الاستعمار، وده كان في بدايه القرن ال15. اما المرحله الثانيه فارتبطت بالثوره الصناعيه اللي بدات في بريطانيا في منتصف القرن ال18 ثم انتشرت في اوروبا. يبقى قال لي المرحله الثانيه بدات مع الثوره الصناعيه امتى؟ لما ظهرت في اوروبا في منتصف القرن ال18 منها الى كل دول اوروبا. قال لي طب تعالى اقول لك ان الثوره دي حولت من الزراعه للصناعه، بقت دول اوروبا بتلجأ دايما للصناعه عكس الزراعه. قال لي كمان والاعتماد على الالات الحديثه، فده دفعهم يكتشفوا قاره افريقيا ويستغلوا مواردها، وده زود عندهم ايه؟ الانتاج بشكل يفوق احتياجات الدول المنتجه وتضخم ثرواتهم ورؤوس الاموال. يبقى الثوره الصناعيه دي عملت لي ايه في دول اوروبا؟ قال لي بص معايا، عملت لي زياده الانتاج، بس هي في الاساس حولتهم من الزراعه للصناعه والاعتماد على الالات الحديثه. بعد كده زودت لي في الانتاج بشكل يفوق احتياجات الدول مين؟ المنتجه. قال لي كمان بقى عندهم ثروات ورؤوس اموال. فتعال اقول لك يعني ايه استعمار. انا عمال اقول لك كل شويه استعمار استعمار استعمار، فانت اكيد بتيجي في بالك هو يعني ايه استعمار يا مستر؟ تعال اقول لك يا حبيب قلبي، الاستعمار هي سيطره دوله على اخرى، سيطره دوله على اخرى سياسيا واقتصاديا وثقافيا في كل نواحي الحياه، سياسيا اقتصاديا ثقافيا اجتماعيا كل حاجه. قال لي كمان نهب ثرواتها الطبيعيه واستغلال اراضيها وشعبها. يبقى ما المقصود بالاستعمار؟ هقول له سيطرة دولة على أخرى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لنهب ثرواتها الطبيعية، نهب ثرواتها الطبيعية واستغلال أراضيها وشعبها. أما الثورة الصناعية فهي تحولات علمية واقتصادية واجتماعية كبرى نتيجة اكتشاف الآلة ايه؟ البخارية. يبقى أنا عرفت إن الثورة الصناعية اللي بدأت عندي في أوروبا تحولات علميه وايه؟ وتكنولوجيه واقتصاديه واجتماعيه كبرى في ايه؟ في طرق الصناعه نتيجه اكتشاف الاله البخاريه. يبقى يلا بينا نخش على اسباب الاستعمار الاوروبي لافريقيا. يبقى انا عرفت ان عندي الاستعمار الاوروبي مر معايا بمرحلتين. راجع معايا كده، اول مرحله بدات بالكشوف الجغرافيه اللي بدات فين؟ في بدايه القرن ال15 في اوروبا، تمام. المرحله الثانيه قال لي بدات مع الثوره الصناعيه اللي ظهرت في بريطانيا ثم الى كل دول اوروبا اللي كانت في منتصف القرن ال18، حولتهم من الزراعه للصناعه والاعتماد على الالات الحديثه، وده زود عندهم الانتاج وبقى عندهم ثروات ورؤوس اموال. بعد كده دخلنا على اسباب الاستعمار. قال لي اسباب الاستعمار 3 اسباب، اسباب اقتصاديه، اسباب اجتماعيه، سياسيه، عسكريه. فيلا بينا نتكلم عن الاسباب الاقتصاديه. قال لي 1 البحث عن المواد الخام، معادن قطن ومطاط، معادن قطن ومطاط. طب ليه؟ عشان اشغل المصانع فين؟ في اوروبا. يبقى انا اول حاجه، اول سبب جايبني افريقيا كدوله اوروبيه ابحث عن مواد خام، معادن قطن مطاط. ليه؟ عشان اشغل المصانع اللي عندي في اوروبا. 2 افتح اسواق جديده ابيع فيها المنتجات بتاعتي. ما انا لما استعمر المدن دي ولا الدول دي هفتح اسواق جديده ليا ابيع فيها المنتجات لتصريف فائض الانتاج الصناعي الاوروبي، يبقى هصرف فيها فائض الانتاج الصناعي الاوروبي. قال لي كمان استثمار رؤوس الاموال، بحثا عن فرص استثماريه جديده وزياده ارباح وثروات الدول. هبدا
استثمر الفلوس بتاعتي هناك واعمل ثروات كتيره واعمل فرص استثماريه وازود ارباحي. يبقى انا عندي 3 اسباب اقتصاديه: بحث عن مواد خام اشغل بيها المصانع، فتح اسواق جديده، ازود فرص الاستعمار. طب قال لي اسباب اجتماعيه: هحل مشكله سكانيه عندي، ان انا بقى عندي زياده سكانيه في دول اوروبا، فلما افتح مدن جديده او دول جديده او استعمر دول جديده فانا هنا هبدا اعمل عمليه ترحيل من السكان الكتير هنا اوديهم الدول اللي انا استعمرتها، وبكده حليت مشكله سكانيه عندي فين؟ في الدول الاوروبيه، من خلال تهجير بعض سكان الدول الاوروبيه اللي تضاعف عدد سكانها وانتشرت البطاله بينهم. فمثلما هاجر بعض الانجليز الى ايه؟ لجنوب افريقيا، وهاجر بعض الفرنسيين الى شمال وغرب ووسط مين؟ افريقيا. اما الاسباب السياسيه قال لي ان كانت في دول بترغب في تحقيق امجاد قوميه باستعمار مدن جديده او دول جديده. يعني ايه؟ قال لي يعني بدات دول تظهر تاني جنب بريطانيا وفرنسا، عايزين يبقى ليهم مجد ويبقى ليهم تاريخ. هيعمل تاريخ ازاي يا حبيب قلبي؟ بان هو يروح يستعمر دول تانيه ويحتلها ويسيطر عليها. قال لي يبقى الرغبه في تحقيق امجاد قوميه حيث اتجهت بعض الدول الاوروبيه زي ايطاليا والمانيا لاستعمار مناطق من افريقيا. ليه؟ قال لي ليكون لها مجد وقوه زي انجلترا وفرنسا. رقم 2 في الاسباب العسكريه السياسيه قال لي انا عايز اعمل قواعد عسكريه في المواقع الجغرافيه. طب ليه يا حبيب قلبي؟ هو جاي يعمل عندي موقع عسكري في موقع جغرافي مهم عندي ليه؟ اكيد في سبب. قال لي بحجه او بهدف حمايه الدول الاوروبيه مصالحها، ان هو يحمي مصالحه ومستعمراته اللي محتلها. قال لي كمان يامن طرق تجارته. يبقى انا عندي اسباب اقتصاديه، اسباب اجتماعيه، كمان اسباب سياسيه ايه؟ عسكريه. اوعى تنساهم. يلا بينا كده يا حبيب قلبي نخش على السياسات اللي اتبعها او الاساليب اللي اتبعها حتى الدول الاوروبيه لاستعمار افريقيا. اساليب يعني طرق، حاجات بدات الدول الاوروبيه تتبعها او تمشي عليها عشان تستعمر بيها افريقيا. كم طريقه يا مستر؟ انا هكلمك عن 8 طرق. كتير؟ لا مش كتير، انا هسهلهم لك. ركز معايا. 1، خداع سياسي. يعني ايه خداع سياسي؟ قال لي الخداع السياسي حضرتك ان دول اوروبا كانت بتيجي بتعمل زي نوع من عمليه ايه؟ الخداع. بخدع بعض زعماء القبائل بان انا اوقع معاه معاهده، اقول له تعالى يا عم الحاج انا هعمل معاك معاهده بتنص على ايه؟ ان انا احميك، اقعد معاك واحميك. موافق؟ اه موافق. بعد فتره من الزمن بتبدا الدول الاوروبيه دي تسيطر على المنطقه دي، او الناس الاوروبيين دول يسيطروا عليها ويهجروا سكانها او يمشوهم. ازاي يا عم الحاج؟ فيدعي هنا بقى ان المعاهده كانت بتقول ان هو ياخد ايه؟ الارض. يبقى قامت الدول الاستعماريه باستماله، يعني ايه؟ تجيبها في سكتها، تجيبها معاها في الصف بعد زعماء القبائل الافريقيه عن طريق توقيع معاهدات واتفاقيات بزعم ايه؟ حمايه اراضيهم. ثم ادعت بعد ذلك ايه؟ ملكيه هذه الاراضي وفرض السيطره عليها. يبقى رقم 1 خداع سياسي. 2، استغل شعارات انسانيه. قال لك ان في بعض الدول الاوروبيه بتقول ان افريقيا فيها مكافحه عبيد رقيق او فيها تجاره عبيد، فانا رايح امنع الكلام ده عشان ده ضد حقوق الانسان. وهي هنا كانت بتستغل الشعارات الانسانيه عشان تيجي افريقيا. يبقى انا هقول له ايه؟ احتلال بريطانيا لجزيره زنجبار اللي في تنزانيا بداعي مكافحه تجاره الرقيق، وان انا جاي اكافح وهاجم تجاره الرقيق. طب يلا بينا نتكلم عن رقم 3، ترسيخ فكره التفوق الاوروبي. ان انا انشر بين الشعوب الافريقيه واقنعهم باهميه الاستعمار الاوروبي بحجه نقل الحضاره. ابدا اقول لدول افريقيا خدوا بالكم انتوا دول فقيره ودول جهله ما عندكمش حضاره، انا هاجي اعيش معاكم واسيطر عليكم واستعمركم وانهب خيراتكم واستغل شعبكم عشان انقل لكم الحضاره الحديثه اللي عندي اللي مش موجوده عندكم. وده طبعا غلط. قال لي رقم 4 النشاط التجاري عن طريق استخدام شركات تجاريه ومصارف لتسهيل مصرف بنك، يعني لتسهيل السيطره على الاقتصاديه على مين؟ على الدول بحجه استعمارها او بهدف استعمارها. ان انا ابدا اعمل بنوك ومصارف وشركات تجاريه وابدا ادخل الدوله في مشاكل تجاريه واسيطر عليها. رقم 5 سياسه الاقتراض مهمه قوي. ليه؟ لان كانت الدول الاوروبيه بتيجي تسلف الدول الافريقيه فلوس بفوائد عاليه زي القرض كده، واحنا عارفين ان القرض حرام. فكده كده بيعملوا ايه؟ بييجوا يدوا الدول الافريقيه فلوس بفوائد عاليه قوي، فتبدا الدول الافريقيه دي ما تقدرش تسد الفلوس اللي عليها، فتطالب الدول الاوروبيه بفلوسها، فالدول الافريقيه ما تسدش. هنا على هنا هنا على هنا
تبدا الدول الاوروبيه تعمل ايه؟ تفرض السيطره عليها لغايه ما تحتلها او تستعمرها. يبقى قال لي عن طريق منح الدول الافريقيه قروض بفوائد مرتفعه مما ادى الى تراكم الديون عليها وفرض الدول الاوروبيه الدائنه اللي عايزه الفلوس الرقابه الماليه ثم ايه؟ ثم التدخل العسكري بحجه ضمان الديون. رقم 6، امتيازات اجنبيه بديها للناس الرعايه بتوع اللي عايشين في الدوله. ببدا امنح امتيازات للجاليات الافراد الاوروبيه، امتيازات بقى مناصب، اراضي، فلوس، اعفاء من ضرائب، كل حاجه مما يمكنهم في التدخل في شؤون الدول الافريقيه والسيطره ايه؟ عليها. طب رقم 7، غزو ثقافي، ان انا اتم استخدم الثقافه كوسيله للسيطره من خلال ايه؟ انشاء مدارس او نشر لغه المستعمر. انت عندك دلوقتي الجزائريين اغلبهم بيتكلم فرنسي بسبب الاستعمار اللي كان عندهم، مما جعلها لغه الدوله زي مين؟ فرنسا في الجزائر. طب عندك رقم 8، احتلال عسكري، ودي بقى هديك مثال عندي في مصر. قال لي نتيجه ايه؟ او من خلال ارسال قوه عسكريه لاحتلال دوله ما بالقوه ورغم مقاومة شعبها، مثل احتلال بريطانيا لمصر عام 1882. يلا بينا بقى نخش على سياسة الدول الاستعمارية في أفريقيا. قال لي الدول الاستعمارية دي يا حبيب قلبي لما بتيجي على أفريقيا بيبقى ليها سياسة واضحة، حاجة طريق ماشي عليه أو نظام. طب تعالى أقول لك هي جاية ليه؟ بص، ادعت الدول الاستعمارية أنها احتلت أفريقيا لنشر الحضارة والتقدم. لما جيت سالت دول افريقيا، يا دول افريقيا يا وحشه انت يا اسيا، انت جايه عندنا ليه؟ قالت لي انا جايه انشر لك الحضاره والتقدم. هل ده حقيقي؟ وكمان ارفع مستوى المعيشه. طب هل كل ده حقيقي؟ لا، ولكن هي اتبعت سياسه مختلفه، حيث كانت بتقوي سيطرتها على الدول الافريقيه، بتحكم السيطره على الدول الافريقيه. رقم 2، تحقيق رفاهيه وتقدم للشعوب الاوروبيه. ببدا احقق رفاهيه وتقدم للشعب بتاعي على حساب الدول الافريقيه. طب رقم 3، اضعاف الشعوب الافريقيه واستغلال مواردها. اضعاف الشعوب الافريقيه واستغلال مواردها. قد ايه دول اوروبا دي دول وحشه قوي يا مستر؟ انا واخد بالي، دي بتقوي سيطرتها على الدول الافريقيه، كمان بتحقق رفاهيه وتقدم للشعب الاوروبي على حساب الشعب الافريقي، كمان بتعمل عمليه اضعاف للشعب الافريقي، وكمان بتعمل ايه؟ استغلال موارده. طب هي هتقدر تحقق ده؟ ونجحت، لان هي عملت ده بطريقه مختلفه عن طريق 5 حاجات. رقم 1، الحد من الحريات، ان انا امنع الشعوب الافريقيه من ممارسه حقوقهم السياسيه زي حق المشاركه في الحكم. اجي على المدينه ولا الدوله اللي انا احتلتها اقول لا، نحن الاوروبيين نحكم هذه الدوله، ممنوع حد افريقي اسمر يشارك معانا في الحكم. يبقى قال لي عدم المشاركه في الحكم، وده اسمه حد من الحريات. 2، قمع الحركات الوطنيه اللي تعارض سياسه المستعمر عن طريق اعتقال، ان انا ابدا اوقف واعطل الحركات الوطنيه. اضرب الحركات الوطنيه ازاي؟ اعتقل زعماء الحركه الوطنيه، الناس اللي بتحرك الثوره، الناس اللي بتحس الناس على ان هم يرفضوا الظلم والاستعمار، وانفيهم خارج البلاد. طب عملت كده مع 2. واحد مصري انت عارفه، الزعيم سعد زغلول، ثورة 1919، وبالمناسبة هنتكلم عنها كمان شوية، بس مش في الدرس ده، في الدرس بتاع الدرس التاني اللي هو افريقيا من الاستعمار للتحرر، هنزل لك اللينك على طول. قال لي كمان الزعيم الغاني كوميني كورمر. يبقى انت عندك فعلت الدول الاوروبيه قمع الحركات الوطنيه مع 2، مين هم؟ الزعيم سعد زغلول وكمان كوميني كورمر زعيم غاني. 3، سياسه فرق تسد. يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ يعني طول ما الاثنين الاخوات متحدين وبيسمعوا كلام بعض وماشيين مع بعض، طول ما انا مش هقدر اسيطر عليهم. لكن لو فرقت ما بينهم، بعدتهم، خليتهم يشيلوا من بعض، يبقوا متضايقين من بعض، يحاربوا بعض، هقدر كدوله اوروبيه ان انا اسيطر عليهم من خلال تفريق الوحده بين شعوب افريقيا، تسهيل السيطره على قاره افريقيا واحتلالها. كمان اتبعت الدول الاستعماريه نفس السياسه دي، مش بين الدول وبعضها، لا ده بين الشعوب داخل الدوله الواحده، من خلال بس الخلافات بين السكان لاضعاف روح المقاومه. طب رقم 4، التمييز العنصري، حيث كان السكان الافارقه محرومين من اي حق بيتمتع به الاوروبي، وده خلاهم يشعرون بانهم غرباء في اوطانهم. يلا يا عم ده انا غريب في وطني،
ده الاوروبيين مستعمريني وبيستبدوني وبيخلوني مش بشارك في اي حاجه ولا باخد اي امتيازات زيهم، مع ان دي ارضي. ده انا حاسس ان انا غريب في وطني. معلش، ربنا هينصرنا ان شاء الله. قال لي رقم 5: محاوله تدمير الهويه الوطنيه من خلال اجبار الشعوب الافريقيه على التبعيه لها في جميع المجالات. ان انا ابدا ادمر واقضي على الهويه الافريقيه واخلي الشعب الافريقي ده نسخه مني، بيعمل نفس حاجاتي، بيعمل نفس العادات السيئه اللي عندي، بيعمل نفس الحاجات الغلط اللي عندي. ابدا الغي الهويه الافريقيه وانشر هويه ايه؟ اوروبيه، واخليهم تابعين ليا في كل المجالات، في كل المناسبات، في كل الاعياد، في كل الاحتفالات، في كل النظم، في كل المجالات. ودي سياسه الدول الاوروبيه للسيطره على قاره افريقيا. طب تعالى يا حبيب قلبي بقى اقول لك تاثير الاستعمار، لان اكيد الاستعمار ده بعد ما مشى، وبالمناسبه انا هقول لك مشى ازاي في الدرس الجاي. استاذ بس تعمل اشتراك في القناه لو لسه ما عملتش عشان تلحق الدرس الجاي في ميعاده. بيقول لي ايه بقى؟ ما زالت الشعوب الافريقيه تعاني من اثر الاستعمار الاوروبي حتى الان، ورغم استقلالها الا ان لسه برضه متاثرين. 1: نهب الاثار التاريخيه والتحف والمخطوطات والوثائق. والله احنا كدوله مصر اتاخد من عندنا اثار كتيره قوي، وروحوا شوفوا فرنسا وبريطانيا فيها حاجات كتيره قوي تخصنا. قال لي: والتي ترتبط بتراث الشعوب الافريقيه ونقلها الى متاحف ومؤسسات الدول الاستعماريه. يبقى اخدوا التحف من عندنا والمخطوطات والاثار وحطوها عندهم فين؟ في مؤسسات الدول ومتاحف الدول الاستعماريه. 2: سابوا بعض القواعد العسكريه، تمركز بعض القواعد العسكريه الاجنبيه في مواقع استراتيجيه بريه وبحريه عندنا في قاره افريقيا. 3: معاناه معظم الشعوب من الفقر والديون، وده طبعا استنزاف الثروات الطبيعيه. حتى لما طلعوا ما لقيناش حاجه في الارض نستخدمها، اخدوا كل حاجه، معادن وبترول وغاز طبيعي وموارد وميه وشمس وطاقه وكل حاجه. قال لي كمان رقم 4: نزاعات وصراعات بين الدول الافريقيه، وده بسبب تقسيم القاره واعاده ترسيم حدود الدوله الافريقيه لاضعافها سياسيا واقتصاديا. طب 5: تحويل معظم دول القاره الى سوق استهلاكي لمنتجات الدول الاستعماريه، مما اضعف الاقتصاد المحلي للقاره. يبقى انا حولت قاره افريقيا الى سوق استهلاكي مما اضعف الاقتصاد المحلي للقاره. وبكده يا حبيب قلبي كنا وصلنا لنهايه درسنا النهارده. اتمنى تكون استفدت، اتمنى تكون الحصه لذيذه وبسيطه كده وسهله عليك. ورقه وقلم يا حبيب قلبي وراجع معايا الدرس نقطه نقطه وسؤال سؤال، وان شاء الله تستفيد. ولو استفدت ابعت لي في الكومنتات، وما تنساش تنزل تعمل اشتراك في القناه لو لسه ما عملتش، وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وما تشيلش الهم، الدراسات مع الفيلسوف هتتلم. سلام.